حبايبي ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. النهارده بقى هنعمل دجاج سويت اند ساور، وهنعمل معاه طبق مكرونة. مش عايزة اقول لكم لو جربتوه مش هتعملوا المكرونة بأي طريقة غير دي. بجد تحفة، وكلها امكانيات موجودة في البيت. معايا صدرين فرخة اللي هم الفيلين مش بانيه، مغسولين طبعا ومنقوعين في مية النقع اللي هي مية وملح وخل. بعد كده بنصفيهم وبننشفهم، والافضل تنشفيهم، وبنقطعهم بالطول كده، وبعدين بنقطعهم مربعات زي ما انت شايفاهم كده، وبنحطهم في بولة. عليهم بقى التوابل بتاعتهم: ملح وفلفل اسود وبابريكا وتوم باودر بصل باودر وسبع بهارات، او اللي هي مرقة الدجاج البودرة. وعليهم بيضة، وبنقلب بايدينا جامد كده، وبنسيبها في التلاجة مش اقل من ساعة. معايا طبق فيه دقيق، معايا معلقتين نشا، معايا بابريكا وبصل باودر وملح. بنقلب كله على بعضه، وبنجيب الفراخ بتاعتنا، وبنجيب بيضتين عليهم ملح وفلفل. بنجيب بقى الفراخ بتاعتنا، وبعدين نحطها في الدقيق، نبدرها بالدقيق وفي البيض، وبنرجعها الدقيق تاني عشان الكفر وانتي بتاعها وانتي بتحمريه يبقى ثابت عليها. انا خلصت الكميه، يكون الزيت على النار سخن. تحطي الفراخ، مش عايزه اقول لك مقرمشه تحفه، يعني ممكن تاكليها كده بالطحينه. بس احنا هنعمل النهارده بقى الصوص اللي هو الصور باقل امكانيات. انا ما عنديش صويا صوص، هعمل ايه؟ حطيت معلقة بابريكا، شوية ملح، معلقة صلصة، شوية صوص، ونص معلقة أو معلقة ممسوحة عسل نحل، وكوباية مية. وارفعي على نار هادية خالص، وقلبي لغاية شوية ما يتشرب. تروحي ساقطة فيه القطع الفراخ، وكلي أحلى فراخ في الدنيا. نيجي المكرونة بقى. معايا 5 طماطمات، معايا بصلتين متقطعين، نحطهم في الخلاط، عليهم كوباية مية ونعصرهم. معايا هنا معلقة زبدة على زيت، ومعايا فصين توم مفرومين يعني نص معلقة. وأول ما التوم كده بيصفر بننزل الطماطم، وعليها ملح وفلفل وبهار عادي. تمام. وكمان معلقتين صلصة عشان يدوها لون حلو. وسيبي بقى التسبيكة دي على نار هادية لغاية ما تتسبك خالص، أو تبقى بالشكل ده. خلاص. بنسلق بقى المكرونة. مية المكرونة فيها معلقة زيت وشوية ملح. بعد كده بنسقط المكرونة، وعلى الأكل وانتي بتغرفي بتسقطي المكرونة بقى، تصفيها في الحلة وتحطي عليها الصوص. وكلي أحلى مكرونة وأحلى دجاج سويت أند ساور. روعة روعة روعة. اعملي بقى طحينة معاه، اعملي أي صوص وجربيه، وبألف هنا وعافية.